أيضا مثل المستشفى الأهلي موجودين داخل المستشفى. حوالي 10,000 مواطن ينامون على أسوار المستشفى من الخارج، لا يوجد مكان لهم في الداخل حتى يدخلوا إلى المستشفى. قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة والمعنى، بدون معاني وأفعال، بدون كهرباء، بدون مياه للشرب، بدون بترول، بدون مواد غذائية، بدون أي مقاومة من مقاومات الحياة. يعني هذا الوضع الآن في غزة، ونحن حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة الوصول بالأوضاع إلى هذا المنزلق. سابقا ولا زالت إسرائيل تمارس أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والالتحامات اليومية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. هناك أعمال قتل يومية في الضفة الغربية على الحواجز ومفترقات الطرق. كان احنا قبل هذا العدوان على غزة لدينا حوالي 260 أو 270 شهيد في الضفة الغربية من بداية العام. إسرائيل مارست إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني. الحكومة الإسرائيلية رعت إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. الحكومة الإسرائيلية أطلقت ضرب عصابات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. حرقوا الناس وهم أحياء، حرقوا بيوت على رؤوس أصحابها، دمروا قرى بأكملها، أطلقوا يطلقون النار على المواطنين الفلسطينيين على مرأى ومسمع وتحت حماية الجيش الإسرائيلي. وآخر صورة خرجت أكيد شاهدتموها جميعا هي يوم الجمعة الماضي بعد صلاة الجمعة، مواطن فلسطيني في يافا تجادل بالكلام مع مستوطن لا يحمل عصا ولا يحمل حجر ولا يحمل سكين ولا يحمل أي سلاح، والمستوطن مسلح، و5 متر بينه وبين المستوطن المسلح أطلق عليه النار وقتله. والمفارقة أن الجيش الإسرائيلي موجود. وبالعمق التفكير اليهودي لا يحاكم، هم لا يقدمون اليهودي إلى المحكمة. وشفتوا في الأحداث اللي صارت في اللد في داخل فلسطين التاريخية أنه مستوطن قتل مواطن فلسطيني من اللد، ووزير الشرطة الأمن الداخلي الإسرائيلي أطلق سراحه بعد عدة ساعات تحت ذريعة الدفاع عن النفس. وكل المستوطنين الذين يرتكبون جرائم مكشوفة ضد الشعب الفلسطيني وضد الفلسطينيين، أعمال قتل يعني على مرأى ومسمع من العالم بالصوت بالصورة بالكاميرا، أيضا لا يتم محاسبتهم ولا يتم توقيفهم. يعني اتخذوا 5 قرار إبعاد المستوطن القاتل من المستوطنة إلى مستوطنة أخرى 3 أو 4 شهور مثلا يعني. فلذلك إسرائيل ترعى هذا الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. احنا طالما حذرنا منه مرارا وتكرارا بأن استمرار هذه الاعتداءات وهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وحصار قطاع غزة الظالم على مدار أكثر من 15 عام سوف يؤدي بنا وبالمنطقة إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها. بالتزامن مع العدوان على غزة والحرب على غزة حتى صباح هذا اليوم لدينا في الضفة الغربية 62 شهيد، حوالي 1500 جريح. وكل ليلة إسرائيل تعتقل 100 مواطن فلسطيني من بيوتهم في الضفة الغربية. يعني في آخرين يقول لك وين الضفة الغربية؟ لا، الضفة الغربية قطاع غزة والقدس هي إقليم دولة فلسطين، هي جغرافيا دولة فلسطين. احنا شعب واحد موحد في القدس والضفة وغزة تحت قيادة واحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. القيادة دولة هي التي تمثل الشعب الفلسطيني. أي حركات سياسية فلسطينية هي مكون من المكونات السياسية والمجتمعية في المجتمع الفلسطيني والواقع الفلسطيني. لكن الذي يمثل الشعب أمام العالم هي الدولة. وهناك سلطة في فلسطين، هناك دولة تحت الاحتلال في فلسطين، هناك قيادة تحت الاحتلال في فلسطين، هناك منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج. تعداد الشعب الفلسطيني
الفلسطيني في الداخل والخارج 15 مليون، نصفهم في الداخل ونصفهم في الخارج. احنا وصلنا الان الى مرحله خطيره في الصراع مع اسرائيل، في مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يحتل ارض فلسطين. اسرائيل دوله تعتبر نفسها فوق القانون، دوله مارقه، دوله لا تعير اي اهتمام او انتباه للقانون الدولي ولا للقانون الدولي الانساني ولا لاتفاقيات جنيف ولا الاتفاقيه الرابعه من اتفاقيات جنيف التي لا تجيز للمحتل ان يجري اي متغيرات جغرافيه او ديموغرافيه في الاراضي المحتله. كلكم تعرفوا هذا الكلام. ولا يجوز نقل السكان من مكان الى مكان اخر في الارض المحتله. فما بالكم وهم الان يتحدثون عن نقل 2,300,000 مواطن فلسطيني وفراغ قطاع غزه من سكانهم لوين؟ لمصر. نحن نرفض، نحن ومصر في خندق واحد وفي موقع دفاع مقدس واحد من الخمسينات. رفضنا التوطين، رفضنا التهجير. والسيد رئيس ابو مازن حتى في خطابه يوم امس بعد منتصف الليل في تمام الساعه 1:20 قال بالحرف الواحد: لن نغادر ارضنا وسوف نبقى صامدين في وطننا، ولن تجبرنا قوه على وجه الارض على مغادره وطننا ومغادره ارضنا، ولن نسمح بتكرار نكبه ثانيه تحرر الشعب الفلسطيني. وبالتالي احنا نميز في حاله تشغيل معبر رفح بين حاجه اسمها تهجير وبين احتياجات انسانيه للسفر، لانه في امبارح اخرين بيسالوا انه لو فتح معبر رفح الناس هتخرج. لا، الناس مش هتخرج. في وعي وطني وفي ثقافه لدى الناس انه متمسك بالبقاء على ارضها، لن تغادر ارضها، لن تغادر غزه. هذا وعي صار عند الناس. يعني اسرائيل بتحاول تحرض وتعمل هذه الجرائم وهذه الفظائع ترتكبها عشان تدفع الناس باتجاه الحدود مع مصر، لكن هذا لن يحدث، لانه في وعي وطني في وجدان الناس، في وعي في عقول الناس. الناس لن تغادر غزه، لكن الناس بحاجه ان تسافر الى غزه، في طلبه، في مرضى، في حملات اقامات، في لهم اشغال، لهم اعمال. وانا قلت انه لدينا 2000 مواطن في الشيخ زويد والعريش ينتظرون فتح المعبر للعوده الى غزه. ايضا اود، يعني انتم زملاء اعزاء، اود ان اقول لكم ان الميزان العمل في المعبر نسبه العائدين اكثر من الخارجين من غزه، وهذا دليل انه اهل غزه اللي بيخرجوا بيرجعوا، يعني يوميا بيسافر 1000 وبيرجع 1000. لكن احنا عملنا احصائيه من بدايه العام حتى الان في نسبه اللي رجعوا لغزه في حوالي 5-6 آلاف اكثر من اللي طلعوا من غزه. وبالتالي هذا ابلغ رد على هذا الطلب وهذه الدعوه. غريب العجيب في الامر ان بلينكن ذاته بده يوزع قطاع غزه، يعني هيك بده يوزعها، كل دوله تاخذ لها 300,000 500,000 وننهي حاجه اسمها غزه. وهنا انا اشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال لن نسمح بذلك، لانه ان حدث يعني شطب القضيه الفلسطينيه، يعني انهاء القضيه الفلسطينيه. إسرائيل تريد ان تعمل منطقه عازله بين مصر والاراضي المحتله عام 48، يعني بين قوسين اسرائيل اللي هي قطاع غزه، وهي قطعه جغرافيه صغيره جدا عباره عن شريط ساحلي، قطاع ساحلي بعمق 8-9 كيلو، بعرض طول 45 كيلو، في الجنوب مع مصر يتسع الى 13 كيلو العرض. منطقه يعيش فيها 2,300,000 مواطن فلسطيني، اكثر منطقه ممتده في العالم. برغم كل المعاناه اللي في غزه والحصار اللي على غزه، الا ان الناس باقيين على ارضهم متمسكين بالبقاء على ارضهم. هذا من جانب الميداني. من جانب سياسي حتى اطيل عليكم، ماذا نريد نحن في هذا الوقت بالذات؟ في حالة الحروب نتدرج نحن في المطالب، نتدرج بدءا من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والبترولية إلى غزة، وهذا يتطلب إعادة تشغيل معبر رفح والذي سنفرض ننشره، ووقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة. هذا أولا. ثانيا، نحن نطالب بوقف هذه الحرب الممنهجة
الماضي حينما طلب من معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وقال له بالحرف الواحد: قد تكون هذه الفرصة الأخيرة. أنا بصراحة قبل الحرب على غزة استوقفتني كلمة الفرصة الأخيرة، وحينما وقعت الحرب على غزة أدركت أن الرئيس أبو مازن في وجدانه ووعيه العميق يدرك أننا مقبلين على مرحلة صعبة، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد هذا المؤتمر بالدول ذات الصلة استنادا إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ مقابل السلام ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام. ماذا نريد نحن من هذا المؤتمر؟ نحن نريد من هذا المؤتمر إطلاق مبادرات مفاوضات سياسية جادة ذات سقف زمني تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل للأرض الفلسطيني، وتمكيننا نحن في الشعب الفلسطيني من إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة ذات السيادة الكاملة المتصلة جغرافيا القابلة للحياة، مش يعمل فينا زي ما بيعمل فينا في غزة، يتحكم في الكهرباء والمية والاتصالات والإنترنت وكل شرايين الحياة يفتحها عنا في الدولة ويحصرنا. فإحنا بدنا دولة ذات سيادة كاملة متصلة جغرافيا، لأنه لما نحكي عن ضفة غربية 4500 كيلومتر مربع، قد يعني الضفة الغربية مقسمة إلى 650 قطعة جغرافية، يعني 650 حاجز عسكري ثابت ومتحرك يقسم الضفة الغربية إلى مربعات جغرافية، إلى جزر. المستوطنات تفصل الشمال عن الجنوب، المستوطنات تعزل مدينة القدس عن المحيط العربي. إحنا بدنا دولة متصلة جغرافيا في أنحاء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. كيف تنطق غزة والضفة الغربية؟ حسب الاتفاقات في ممر آمن، من تحت الأرض من فوق الأرض في ممر آمن، وسبب أنه شغلنا هذا الممر في بداية اتفاق أوسلو. نريد إحنا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وإقامة هذه الدولة على أرض فلسطين. ماذا نريد من المجتمع الدولي؟ إحنا عارفين إنه المجتمع الدولي يمر في أوهن حالاته وأضعف حالاته. مجلس أمن ضعيف، وفشل قبل يومين في تبني مشروع قرار مقدم من روسيا الصديقة والإمارات الشقيقة بوقف العدوان. ما طلبوش انهاء احتلال ولا انسحاب قوات من أرض محتلة، وقف العدوان. أمريكا هددت وتوعدت دول في المجلس وأجهضت تمرير أو تبني هذا القرار. حتى أمريكا ترفض إصدار بيان وصف حالة عن الميدان صدر عن مجلس الأمن. بدهم يعني عقد المجلس من عقد عملية عصف فكري، يعني كل بيحكي وبمشي، قل كلمتك وامضي، هكذا بدها أمريكا. يعني مجلس الأمن عاجز، الجمعية العامة عاجزة، هناك 1000 قرار دولي لم ينفذ منه ولا قرار واحد. والسيد رئيس المنزل قال مع منصة الأمم المتحدة: طب بس نفسه قرار واحد، نفذ قرار 181 الذي ينص على إقامة الدولة الفلسطينية تعمل دولة إسرائيل. واللي بموجب هذا القرار وزير خارجية إسرائيل أنتاك موشي الشريف تعهد أمام الجمعية العامة المتحدة عشان تأخذ إسرائيل عضوية كاملة، تعهد بتنفيذ هذا القرار. لكن إسرائيل دولة مارقة لا تحترم الاتفاقيات وليست لديها توقيتات مقدسة ولا مواعيد مقدسة، ونحن عانينا منها بتنفيذ اتفاق أوسلو مرحلة انتقالية ومرحلة حل دائم. وبالتالي إسرائيل لا تريد حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نحن برغم ذلك نحن نطالب المجتمع الدولي بكافة الدول ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء هذا الاحتلال وإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكين من يحيا حياة طبيعية وإنسانية وسياسية على أرضه وفي إطار سيادة وطنية فلسطينية. أمريكا للأسف الشديد هي مطالبة بذلك،
نحن نعلم أن أمريكا منحازة انحيازا كاملا إلى جانب إسرائيل منذ اللحظة الأولى، لهذه الحرب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني. أمريكا انحازت مع بريطانيا انحيازا سافرا إلى جانب العدوان على الشعب الفلسطيني. وقفت أول شيء هم دعموا إسرائيل في حالة انهيار، سارعوا إلى إنقاذ إسرائيل، وقفوا بقرار من الكونغرس والإدارة الأمريكية 8 مليار دولار لدعم إسرائيل، فتحوا مخازن الجيش الأمريكي اللي في إسرائيل لتثبيت الجيش الإسرائيلي بأحدث الذخائر والصواريخ ضد الشعب الفلسطيني، سيروا القوات الحربية البريطانية والأمريكية المرابطة في حوض البحر الأبيض المتوسط مقابل سواحل قطاع غزة. يعني طبعا بيقول لك عشان نمنع حرب إقليمية، لا مش بدي يمنع حرب إقليمية، هو مشارك الآن. الطيران الحربي الأمريكي يشارك في قصف غزة. الذي أطلق الصاروخ على غزة في المستشفى الأهلي يوم أمس وطيار أمريكي، الصاروخ أمريكي والطيار أمريكي. وبايدن قبل أن يصل إلى المنطقة اليوم وهو في طريقه إلى إسرائيل قال أنه جاء التضامن في هذه اللحظات مع إسرائيل. وهو في شبابه زمان لما كان في الكونغرس قال لو لم يكن يهوديا لكان صهيونيا. وبلينكن وزير الخارجية ماذا قال؟ قال لا يأتي بصفة وزير خارجية لإسرائيل، وإنما يأتي بصفة يهودي إلى إسرائيل، بصفة أنه يهودي يأتي إلى إسرائيل. هذا الإدارة الأمريكية نسخة من اليهود الذي يتحكم في اقتصاد أمريكا اليهود، الذي يتحكم في الإعلام الأمريكي والغربي يهود. نحن نحمل الرئيس بايدن ونحمل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية، ونعتبر أن الرئيس بايدن شريك في هذه الحرب على غزة، ونعتبر أن الإدارة الأمريكية شريكة في هذا العدوان على غزة وهذه المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وبرغم ذلك نحن نطالب الرئيس بايدن بالإيفاء بالوعود التي قطعها على نفسه وأطلقها في بداية تسلم مهامه كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهي على الأقل تسييد رؤية حل الدولتين، والذي يعني إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، على الأقل فتح القنصلية في القدس الشرقية وربط ذلك بموافقة إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن توافق. لذلك إحنا أمام إدارة أمريكية منحازة، يعني لا أريد أن أقول عنه، ولكن من يقوم بذلك هو يبقى إلى مستوى العالم. لكن أنا لا أريد أن أقول إدارة عدوة، لكن موقفها معادية. مواقف الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية معادية للشعب الفلسطيني. لذلك يعني إحنا الآن في محنة. برغم ذلك إحنا الشعب الفلسطيني قادرين على قراءة المشهد وسط هذا الركام الذي تشاهدونه في قطاع غزة وفي أنحاء الأراضي الفلسطينية. هذا الركام لن يفقدنا صوابنا في التفكير، ولن يفقدنا البوصلة في الاتجاه والتوجه نحو الوجهة الصحيحة. نحن نتمسك بحقنا المشروع في الدفاع عن النفس، نحن نتمسك بالبقاء على أرضنا، نحن نتمسك بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، نحن نتمسك بكل ما يليق بالوطنية الفلسطينية بصدق. وبالتالي مهما حاولت إسرائيل لن تنجح ولن تفلح. عشان حرب على غزة شهر شهرين ثلاثة هذا شعب، ما فيش قوة محترفة في التاريخ استطاعت أن تمسح شعب من على الخريطة الجغرافية والسياسية. والتاريخ فيه شواهد كثيرة. استعمار تلو استعمار، احتلال تلو احتلال، والشعوب انتصرت، وهذا الاحتلال آخر احتلال في العالم، ونحن لسوف ننتصر. نحن لسوف ننتصر على هذا المحتل الغاصب القاتل المجرم الذي يقتل النساء والأطفال، وسوف نستمر بتمسكنا بكل خياراتنا السياسية والدبلوماسية والقانونية والمقاومة الشعبية السلمية لهذا المحتل. هو يريد أن يدفعنا إلى الضفة الغربية والقدس، يريد أن
نحن ندافع عن أنفسنا بكل السبل المتاحة ونتمسك بكل الخيارات المتاحة أمامنا منعا ونزعا بكل الذرائع التي قد تقودها إسرائيل. وماذا قالوا عن السيد الرئيس؟ قالوا عنه إرهابي دبلوماسي، لأنه زي ما بيقولوا بالبلد كده زنق إسرائيل في الزاوية. وآخر تصريح جديد طلع الإرهابي يلبس بدلة رابطة عنق، لأن الرئيس أيضا فتح حرب الرواية. ونريد نختم بهذا النقطة عشان نستمع لكم والسادة الزملاء. الرئيس فتح حرب الرواية. نحن الآن بجانب هذه الحرب الشرسة في حرب رواية. إسرائيل عاشت على الأساطير الكاذبة المفبركة، على الخرافات. إسرائيل تروج أكاذيب، حتى هذا الصباح هذا اليوم تروج أكاذيب. الذي قصف مستشفى الأهلي هي إسرائيل بصاروخ أمريكي بطيار أمريكي وبطائرة أمريكية، وتقول أنه صاروخ من صواريخ المقاومة. صواريخ المقاومة لا تحدث هذا الانفجار الكبير، مع احترامي وتقديري لها، لا تحدث هذا الانفجار الكبير. ألسنة اللهب التي تصاعدت من مستشفى الأهلي كأنها قنبلة ذرية ضربت المكان. صواريخ المقاومة شوف لما بتنزل ايش تعمل يعني؟ محدودة يعني التدمير صح التعبير أو التأثير. خبراء عسكريين قالوا أن ما في ال10 أيام الماضية أنه ما قصفته إسرائيل على غزة يساوي ربع قنبلة نووية، ويساوي ما قصفته أمريكا على أفغانستان والقاعدة خلال عام. وكل حرب بيعملون حق التجارب، بكل حرب شديدة على غزة حق التجارب للصواريخ الأمريكية والصناعات الأمريكية الحديثة بيجابوها فينا. في هذه المرة يستخدم صواريخ لم تستخدم من قبل، صنع خصيصا لاختراق الأرض والبنية التحتية، ولا يسمع لها صوتا إلا بعد أن تنفجر وتخترق عمق الأرض، في استهداف واضح للبنية التحتية الموجودة في الأرض الخاصة بالمقاومة الفلسطينية. هذا هو الهدف يعني من هذه الصواريخ، بالإضافة أنه القدرات التدميرية الكبيرة في قطر 800 أو 1000 متر مربع الصاروخ يتم تدميره بشكل